ابو احمد مور عمي ابو حسن. رح نترك الخيل هون، وزع الشباب وديروا بالكم منيح. لعيونك عمي ابو حسن. صبحي وسمعه وابو الليل الحقوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا ابو حسان. ليه سمعوا؟ ابو العز. وين برجال؟ انا ابو عبدو. والله يا جهاز. يلا يا رب انت بسليم. امسكوا الجبان. شيخ عصام يا راس يا بالروض. الله حياك. بلالك هالطلعة يا ابو حاتم، الشغله مو بهالسهوله هاي اللي انت متخيلها. بعدين هاي الشباب عم يفوتوا ويطلعوا، خليهم يظبطوا امورهم مع ابو حسن برا. أنا من رأي الشيخ عبد العليم، أنت مالك بتطلع والفوتي وترجع بنفس الليلة؟ مو معقول يا أبو حاتم. ماشي خلاص مثل ما بتكون، بس أنا إلي حديث مع عصام لازم فهمه شو يعملوا الشباب برا. الحمد على السلامة صهري. يا ابو العز، شو وين الشباب؟ لكن وراي على الطريق. خبرتوا ابو حاتم باللي صار بحارة المسكي؟ ايه، والشباب اخذوا احتياطاتهم وانطفت كل لمبات الغاز الموجوده بالحاره. هذا هو الشغل. الحمد لله. ابو العز، اللي كيف صار خاطر؟ والله مشغول بالها يا أبو حسن، لأنه الجماعة بدهم يتركوا الحارة ليلة الجمعة قبل صلاة الفجر. طمن انت والمختار، الجماعه رح يكونوا بامان باذن الله. إن شاء الله.